السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم وصفة حلوة قوي، قرص فلاحي طرية من غير زيت ولا سمنة ولا زبدة، بمقادير موجودة في كل بيت. بس قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ريت بقى يا جماعة لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. معانا بيضة بدرجة حرارة الغرفة. لازم كل المكونات يا جماعة تبقى بدرجة حرارة الغرفة علشان تتفاعل معايا الخميرة. ومعايا علبتين زبادي بلدي كبار زي ما انتوا شايفين، ونص كوب سكر، ومعلقة وكيس فانيليا، ومعلقة كبيرة هرمية من الخميرة الفورية. هنخلط كل المكونات دي مع بعض قبل ما احط الدقيق، بس هسيبها 3 دقايق علشان اشوف الخميرة شغالة ولا لا، علشان لو حطيت الدقيق والخميرة مش شغالة هتبوظ لي العجينة كلها وهخسر كل المكونات. هركنها على جنب، هغطيها واركنها على جنب عبال ما اشوفها هي متفاعلة ولا لا. واعرفها ازاي؟ ان انا هلاقي فقاعات من فوق كده، هتأكد ان هي الخميرة فعالة. هجيب بقى دقيق، نص كيلو دقيق، هنخله يعني. لازما يا جماعة الدقيق يتنخل. الدقيق لما بيتنخل بيطلع المعجنات حلو قوي وبيخليها هشة. وهيكون معايا كيس لبن بودرة هحطه على الدقيق. اللبن البودرة ده بيدي طعم حلو قوي للمعجنات وريحة حلوة. ومعايا معلقة بيكنج باودر كبيرة. هبتدي اخلط المكونات كلها دي مع بعضها، الدقيق واللبن والبيكنج باودر. هبتدي اشوف الخميرة اذا كانت هي شغالة ولا مش شغالة. كده اتأكدت ان هي شغالة. هبتدي احط الدقيق بالتدريج، وهقلبه علشان ما ينفعش ان انا احط الدقيق مرة واحدة، لان في دقيق بيختلف عن التاني. في دقيق بياخد سوائل، في دقيق ما بياخدش. بس انا في الوقت دوت انا هتعمد ان انا احط الدقيق كله. ليه؟ علشان اثبت لكم لما انا حطيت الدقيق كله العجينة نشفت معايا، علشان الدقيق دوت بيحتاج سوائل. هضطر ان انا اجيب نص كوباية لبن هضيفها على العجينة، وهفضل اعجن لحد ما تديني عجينة في نفس الوقت ناعمة بس فيها
تلزيقة سيكة. اي معجنات ما تنفعش ان هي تبقى العجينة مش ملزقة، مش هتديكي عجينة حلوة، مش هتديكي الوصفة حلوة، مش هتطلع هشة وحلوة. دلوقتي بعد ما عجنتها شايفين هي بتلزق في ايدي شوية، بس في نفس الوقت هي ناعمة. هبتدي ان انا ادهن الطبق بشوية زيت علشان العجينة ما تلزقش في الطبق، وهسيبها، هغطيها واسيبها تخمر. بس قبل ما اخليها تخمر هكون مشغلة البوتاجاز الفرن وهدفيه، علشان احنا طبعا في الشتاء، ولو سبت العجينة كده يبقى هي مش هتخمر دلوقتي، هتاخد لها وقت كتير قوي. انا دلوقتي بغطيها بستريتش، وهبتدي احط عليها فوطة كمان، وهبتدي ان انا احطها في الفرن. بس طبعا انا طافية الفرن. هتخمر لمدة نص ساعة. دي بعد ما خمرت لمدة نص ساعة هبتدي ان انا افضي الهواء اللي فيها زي ما انتوا شايفين. هيكون معايا صينية دهنها زبدة، وهبتدي ان انا اقطع العجينة وهحطها في الصواني، علشان هي ما خمرتش كده، هي لسه هتخمر تاني. هبتدي ان انا اعملها كور زي ما انتوا شايفين، وهبططها الحجم بقى اللي انت عايزاه. عايزة القرصة كبيرة، عايزاها صغيرة. انا عملتها كبيرة علشان اللي ياخد قرصة ما ياخدش التانية. هبتدي اعمل كله كده واحطهم في الصينية، وبرضو نفس الحكاية هكون مسخنة الفرن ومدفياه، وهبتدي برضو ان انا اسيبهم يخمروا لمدة نص ساعة لحد ما القرص تعلى معايا، واتأكد ان هي خمرت. انا دلوقتي لسه ما حطيتهاش، يعني لسه ما خمرتش معايا، بس انا سبقت الفيديو. دلوقتي بقول لكم ان انا احطها تخمر. طبعا لما تخمر هتلاقي يعني هما دلوقتي متفرقين عن بعض. اما تخمر هتشوفوا الشكل اتغير تماما. شايفين حجمها تضاعف ازاي؟ انا مش عارفه، انا عامله القرص كبيره قوي دي كده، مش عارفه ليه. يعني النص كيلو عمل لي 10 قرصات. لو كب حجمها الصغير كان عمل لي 20 قرصة كده. بعد ما خمرت هبتدي بقى ان انا اجيب كوباية لبن، وهبتدي ادهن وش القرصة من فوق علشان يديلها اللون الذهبي الاحمر الذهبي ده قبل ما احطها الفرن زي ما انتوا شايفين. هكون مسخنة الفرن قبل ما احط القرص.
القرص، زيها زي الكيكة، على درجة حرارة 180 درجة في الرف الوسطاني، وهسيبها لمدة 10 دقايق تحمر من تحت، وبعد كده اشغل الشواية. دي بعد ما طلعت، شايفين شكلها عامل ازاي؟ ذهبي وجميلة وهشة جدا. شفتوا هشة ازاي من جوه؟ دي بقى تنفع تحشوها جبنة، تحشوها عجوة، تحشوها للأولاد لانشون جبن، ياخدوها معاهم مدرسة. شايفين جمالها؟ شايفين عاملة ازاي من جوه؟ كده يبقى وصفتي خلصت. يا ريت يا جماعة تكون الوصفة عجبتكم، ويا ريت تجربوها. يا ريت لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم منى مدام